هلو أنا نغم زايد من نيردي Certified TOEFL Trainer by ETS. وفي الفيديو ده أنا هكلمكم شوية عن التوفل IBT الجديد بعد الأبديت، بس مش كترينر ولكن كتست تيكر. دي هي السكورز بتاعتي بعد ما دخلت التست بتحضير كام يوم بس. خليني أقول لكم خلاصة تجربتي إيه مع التست، وأقول لكم overall feedback عن شكل التست، عن كل سكشن من السكشنز، عن طبيعة الأسئلة، عن إيه أقرب ويب سايتس للبراكتس قريبة من الأكتشوال تيستس، كمان عن إزاي قدرت إن أنا أحضر للاختبار، وعن أفضل study plan تقدر تمشي عليها علشان تستفيد أكبر قدر ممكن وتحقق أعلى سكور في أقل وقت ممكن. خلينا نبدأ الأول عن overview كده عن التست. التست بعد الابديت الجديد بقى اقصر كتير، التست عندنا بقى 90 دقيقة بس، وطبعا دي حاجة كويسة جدا عشان بنوفر وقت ومجهود كبير في التحضير وفي الامتحان نفسه. طاقتنا ما بتخلصش على ما نخلص الامتحان، ودي بالنسبة لي حاجة effective جدا. بلس كمان ان التست الاسئله بتاعته بقت من الحياه اليوميه، يعني ما بقاش بيجي لنا قطعه 90 متر فيها كلام مجعلص وتقيل جدا ومحدش عارف جايبه منين. بالعكس، الاسئله كلها بقت من ال everyday life situations. يعني في الريدنج سيكشن مثلا هتلاقي بيجي لك announcement، بيجي لك قطعه من ماجازين، حتى القطع الاكاديميك اللي بتيجي بتبقى actually عن topics واقعيه، topics حياتيه، topics انت interested ليها، اكيد قريت عنها او سمعت عنها قبل كده، وفي نفس الوقت التوبكس واضحه وعن حاجه انت تقدر تريليت ليها وتفهمها، مش عن حاجه ما سمعناش عنها قبل كده في حياتنا. فده بالنسبه لي شيء كان effective جدا. شيء كمان يعني up to date جدا جدا، ودي حاجه كويسه قوي ومعاصره جدا للوقت اللي احنا فيه، اللي الكل فيه عاوز ينجز ومش عايز يضيع وقت كبير انه يقعد يذاكر كتير او يقعد يحفظ حاجات كتير او يدخل الامتحان يقعد 3-4 ساعات على ما يوصل لاخر الامتحان اصلا نفسه خلاص يعني الدنيا فرهدت والحياه وقفت. فالتست قصير جدا، التست كمان طبيعه الاسئله اللي فيه effective جدا ومودرن جدا، ودي حاجه كانت كويسه جدا جدا بالنسبه لي. تاني حاجة كمان عجبتني هي البوكينج، انت بتقدر تحجز قبل الامتحان بيوم مثلا، وده بالنسبة لي حلو قوي لانه ممكن لو حد مستعجل يحجز الامتحان تاني يوم مثلا لو في منحة او ديدلاين او حاجة، فان انا احجز بسهولة والاقي مواعيد والاقي تيست سنترز كتير. كمان انا يعني لقيت تيست سنتر في اكتوبر هنا في القاهرة، يعني في 6 اكتوبر، لقينا كمان في وسط البلد، في التجمع، في كمان في اسكندرية، في محافظات كتير. ف حلو قوي ان انت تقدر تاخد التست من اي مكان ايا كانت محافظتك ايه، وتقدر تحجز لحد قبلها بيوم. ده حتى لو ما عندكش مثلا تيست سنتر في المحافظه اللي انت فيها، في كمان اوبشن انك تاخد التوفل هوم اديشن اللي بيبقى من البيت. فحلو قوي انه حتى مش محتاج تفرهد، مش محتاج تنزل، مش محتاج تبذل مجهود لو المكان بعيد عليك. فبالنسبه لي فكره الاكسسبيليتي ان انا اقدر اوصل للتست او اخد التست من اي مكان وايا كان انا فين ووقتي ايه والديدلاين بتاعي ايه، دي حاجه كانت بالنسبه لي برضو كويسه جدا، مريحه جدا، كونفينينت جدا. التوفل IBT مقبول تقريبا في كل منح العالم، مقبول في اكتر من 90% من جامعات العالم، مقبول للهجره، للسفر، للشغل في اي مكان. التوفل هو يعتبر الاختبار الاكثر انتشارا والاكثر قبولا في العالم. حاجه زي كده، انه حاجه اقدر ان انا اخدها لو انا حتى مش محدد بجيتي ايه، يعني انا عايزه اسافر بس انا لسه مش عارف انا مقرر ايه، فان انا يبقى معايا تيست انا بمجرد ان هو معايا انا اقدر اقدم على 90% الفرص اللي مفتوحه، كل الفرص مفتوحه قدامي، ومع ذلك انا اقدر اوصل له بالسهوله دي، اني حتى لو مفيش تيست سنتر قريب اقدر اخده الهوم اديشن. طب ولو في تيست سنتر قريب اقدر احجز لحد قبلها بيوم او قبلها بيومين، في عندي لوكيشنز كتيره جدا حواليا متاحه. فالاكسسبيليتي بتاعه التست والفلكسبيليتي اللي هو يوفرها دي بالنسبه لي كانت حاجه مهمه جدا جدا. بالنسبه بقى للانفايرمنت اللي انا اخدت فيها التست، انا اخدته في الاي سي فرع وسط البلد، واعتقد ان كمان كل اللوكيشنز كده، لاني انا كمان اخدت اكسبيرينس التست في NEN اللي في 6 اكتوبر. في الجهتين التست الانفايرمنت والكونديشنز بتاعته كانت واحده تقريبا، هدوء مش طبيعي. السيت اب بتاعه السماعه نفسها كانت نويز كانسليشن، فانا حاطه السماعه هي مش نويز كانسليشن للميكروفون بس، هي نويز كانسليشن ليا انا، يعني انا مجرد ما انا حطيت الهيدفون على ودني انا ما بقتش سامعه اي حاجه حواليا. وده بالنسبه لي كان مريح قوي، لاني انا شخص ما بيعرفش قوي يفكر وفي حواليه دوشه، فاني مجرد ما حطيت السماعه انا حتى الناس اللي بتمتحن حواليا انا ما بقتش سامعاهم. فدي بالنسبه لي حاجه كويسه قوي. كمان المكان نفسه يعني مريح،
الكراسي مريحه، السيت اب مريح، الكمبيوترز الكواليتي بتاعتها كويسه جدا، ما واجهنيش اي مشكله في الايكويبمنت، ما واجهنيش كمان اي مشكله من الستاف كان هيلبفل جدا في المكانين. ودي حاجه مهمه قوي عامه لاي تيست بتاخدوه، لان لو حواليكم دوشه كتير او الموضوع موتر او الستاف اللي في المكان بتاع الاكزامينيشن نفسه مش تريند كفايه ان هم يقدروا ان هم يوفروا راحه وفي نفس الوقت يوفروا اكسبيرينس كويسه واسيستنس للتست تيكر، بيبقى الاكسبيرينس وحشه جدا. يعني ممكن حد يبقى مستواه كويس قوي بس بسبب الستاف اللي موجود وان في توتر او في دوشه او في قلق يلاقي السكورز بتاعته قليله. فبالنسبه لي ان انا اكسبيرينس التست في مكانين توتالي مختلفين والاقي الاكسبيرينس واحده، فالكواليتي بتاعت الاماكن المختاره كسنترز للتست كويسه جدا جدا جدا، فمحدش هيواجه مشكله نهائي من الموضوع ده. نيجي بقى بالنسبه لاحسن ويب سايتس ممكن تتمرن عليها علشان تحضر للتست. طبعا انا بتكلم بتاريخ نزول الفيديو، لان في ويب سايتس كتير ممكن تنزل الفتره اللي جايه، لان التست يعتبر لسه معمول الابديت جديد. هو التست يا دوب لسه من يوم 26 يناير 2026، فما لحقناش قوي يبقى في ويب سايتس لسه عملت اي حاجه يعني. بس في تاريخ الفيديو ده احسن تو ويب سايتس انا جربتهم وكانوا فعلا افكتيف جدا فيما يتعلق بالقرب بتاعهم للاكتشوال تيست، هما تيست جليدر تقريبا اسمه كده، وجيبل اي اي. التو ويب سايتس دول هيلبفل جدا جدا جدا، كل واحد فيهم بصراحه بالنسبه لي كان ليه ميزه وعيب. خليني ابدا الاول بجيبل اي اي. جيبل اي اي ميزته ان هو بيوفر لك عدد كويستشنز كبير جدا عن كل تايب اوف كويستشنز. يعني في الريدنج عامل لك كل تايب ليه مثلا 50 سؤال مينيمم عن كل تايب. الليسننج نفس الكلام، السبيكينج الرايتنج نفس الكونسبت، فانت معاك بنك اسئله كبير جدا تتمرن عليه. غير كده جيبل اي اي الاسئله بتاعته طبيعتها بشكل ما اصعب شويه من الاكتشوال تيست. كمان جيبل اي اي انا لاحظت انه في التصحيح بتاعه بيتعمد انه يقلل السكورنج عن الاكتشوال تيست. يعني مثلا انت ممكن تكون مجاوب كله صح بس غلطان في حاجه واحده، فتلاقيه راح موقع لك السكور بدرجات كبيره. بالنسبه للناس ممكن يكون ده محبط، بس بالنسبه لي انا ده كانت تشالنجينج، اني حلو طب انا عايزه اجرب تاني، عايزه احاول تاني، عايزه اعمل اكتر. كنت ملاحظه كمان ان حتى في السبيكينج سكشن في السؤال listen and repeat كانوا جايبين الاوديوز بتاعت الريبيت سريعه قوي من اول جمله. يعني هو المفروض انه في الاكتشوال تيست الامتحان بيصعب تدريجيا، فاول سؤال مثلا بيكون لذيذ شويه، السؤال الثاني اسرع، السؤال الثالث اطول، وهكذا. كل ما بتعدي في الجمل كل ما الجمل بتبقى اطول، كمان رتم الكلام بيبقى اسرع. في جيبل اي اي هو بيجيب جمل طويله وسريعه من الاول. يمكن ده تشالنجينج محبط شويه في الاول، لكن بالنسبه لي كان شايفاه هيلبفل جدا اني انا اتمرنت مثلا على اسئله اصعب، فبالتالي لما رحت للاسئله اللي هي النورمال كانت بالنسبه لي انا ايزي، مع ان هي مش ايزي بس كانت ايزي لاني انا اتمرنت على الاصعب من كده. فانا بشوف برضو ان دي حاجه يعني هيلبفل قوي. عيب بقى جيبل اي اي ايه؟ عيبه ان هو الموك تيست اللي عليه مش شغاله. يعني وانت بتشغل الموك تيست بيجي في النص ويفصل. معرفش بقى هل دي مشكله مثلا تقنيه عشان لسه الابديت جديد فهم هيحلوها، ولا هو اصلا كده. حاجه كمان انه زي ما قلت لكم التصحيح مش اكيوريت قوي، انت دايما هتلاقيه بيوقع لك السكورينج في السبيكينج مثلا او الرايتنج. الريدنج والليسننج تمام مفيش فيه مشكله، بس هتلاقيه في الريدنج في السبيكينج والرايتنج يعني بيوقع السكور شويه. عاوز انه لا عايز اكيورسي اكتر، ممكن ساعتها يتضايق شويه من جيبل اي في الحته دي. على الجانب الاخر بقى الويب سايت التاني اللي هو تيست جليدر، انا هحط لكم برضو لينك الويب سايت وهحط لكم اسم الويب سايت. الويب سايت ده عامل التيست زي الاكتشوال تيست بالملي، كمان حاطط الاسئله نفسها طبيعتها زي الاكتشوال تيست بالملي، سواء في الوقت الديوريشن بتاعت الوقت، لان برضو جيبل اي اي كان في اسئله الرايتنج مش مظبط الوقت قوي، لكن تيست جليدر كان في التايمنج مظبوط جدا. الاكيورسي بتاعت الاسئله والفورمات والسيت اب والويب سايت نفسه كسيميوليشن شبه الاكتشوال تيست بالملي. يعني التيست اللي انت هتاخده على تيست جليدر هتدخل الاكتشوال تيست هتلاقي نفس البيج نفس الهوم بيج بالظبط، نفس الشكل نفس الالوان نفس الترتيب نفس المسافات، فهتبقى حاسس ان this is not your first time. التصحيح كمان بتاع تيست جليدر بنسبه يعني 95% accurate جدا جدا جدا، سواء في السبيكينج او في الرايتنج.
التصحيح كويس قوي. في الرايتنج كمان لطيف قوي ان هو بيدي لك زي suggestions، اللي هو طيب ماشي انت اجابتك دي حلوه بس في suggestion ممكن تستخدم كلمات كذا افضل. بيصحح لك السكور صح. يعني هتلاقيه مثلا بيقول لك انت جايب مثلا السكور، نفترض انك جايب 5/5، بس بص انت لو عملت الكلام ده هتبقى الفورمات بتاعك او الاستراكشر بتاعك في الكتابه احسن. كذلك في السبيكنج، اوكي انت جايب 4.5 مثلا من 6، بس انت لو كنت جايب او لو قلت اللفظ الفلاني بدل اللفظ الفلاني، لو قللت تأتأة هنا، لو عملت كذا هيبقى افضل. فانا شايفه ان دي برضو بوينت حلوه قوي لتست جليدر. بقى تست جليدر ايه؟ ان هو عليه 12 موك تيست فقط، ده لحد دلوقتي، معرفش هم هيزودوا بعد كده ولا لا، بس هو عليه 12 موك تيست فقط. انا شايفه ان 12 موك تيست ده مور ذان انف. وفي ميزه انك تقدر تاخد كل سكشن لوحده، يعني مش لازم تاخد ال 12 موك تيست على بعض او الموك تيست كامل على بعضه، انت ممكن تاخد الريدنج سكشن لوحده، الرايتنج سكشن لوحده، وهكذا. بس عيبه بالنسبه لي انك لازم تاخد السكشن على بعضه، انت ما ينفعش تاخد تايب اوف كويستشن واحد. يعني مثلا لو انا عندي نقطه ضعف في سؤال listen and repeat في السبيكنج مثلا وعايزه اتمرن عليه اكتر، انا مش هعرف، انا مضطر اخد موك تيست سبيكنج كامل في سؤال listen and repeat وسؤال الانترفيو. لو انا عندي مشكله مثلا في سؤال الرايت ايميل، انا مضطر اخد الرايتنج سيكشن كامل بالرايت ان ايميل ورايت فور ان اكاديميك ديسكشن، مش هعرف اخد واحد بس. فده العيب بالنسبه لي، ان هو ما فيهوش فليكسبيليتي في اني انقي التايب اوف كويستشنز اللي انا عايزه اتمرن عليه. بالنسبه لي بحس ان البالانس البيرفكت يعني انك تبقى عامل سبسكريبشن على الاثنين، جيبل اي اي وتست جليدر. كل يوم احل شويه اسئله فرديه من جيبل اي اي واخد موك تيست مثلا من تست جليدر. فانا كده قلت لكم التو ويب سايتس عيوبهم ايه مميزاتهم ايه، بحيث انكم تختاروا الانسب ليكم حسب بقى كل واحد بيرتاح لايه اكتر. انا مثلا ارتحت اكتر للموك تيست كتست تيكر، بس كترينر شايفه ان جيبل اي اي افيد في ان كل تايب اوف كويستشن منفصل. ممكن انت تكون الاولويه بتاعتك مختلفه، فبرضو تختار حسب الانسب ليك من التو ويب سايتس. الفيديو طول قوي مننا، فاستنوا الفيديو اللي جاي اللي هكلمكم فيه بالتفصيل عن الريدنج سكشن في توفل IBT. سبسكرايب فور مور واستنوا الفيديوز الجايه بتاعتنا. باي باي.